صدقني هقول لك على حاجه هتخوف. انت بعد سنه من دلوقتي هتكون شبه اكتر 5 اشخاص حواليك. صدقني الكلام ده مش مبالغه. الناس اللي بتسمعهم كل يوم حتى اللي بتتابعهم على السوشيال ميديا كلهم بيشكلوا شخصيتك. لو حواليك ناس بتكسل هتكسل، ولو حواليك ناس بتحلم هتحلم زيهم. هتعمل ايه؟ هتحلم زيه. لو حواليك كل يوم ناس بتقول مش هينفع، مستحيل، مش قادر، بعد شويه هتصدقهم وهتبقى واحد منهم وانت مش واخد بالك. انت مش هتاخد بالك من كل ده. مش صدفه ان سيدنا محمد قال المرء على دين خليله فليصفر احدكم من يخالل. حتى القرآن بيأكد إن يوم القيامة هتتحط وهتتحاسب مع الناس اللي مشيت معاهم يوم يعض الظالم على يديه. ليه؟ علشان ماشي مع ناس ضيعوه. عاوز تتغير، عاوز تبقى أحسن، عايز تكسر الدايرة دي، بص حواليك بتقضي وقتك مع مين وبتسمع مين وبتشوف مين. لو صحابك مش بيشجعوك يا أخي ابعد بناقصهم. لو اللي حواليك مش بيساعدك تكبر غيرهم، سيبهم خالص. لو السوشيال ميديا اللي بتتابعها بتضيع وقتك وبتسحبك لتحت، اعمل فولو من غير تفكير. من غير تفكير يا أخي. يا أخي كل ده عشان خاطر مستقبلك. انت ركز على نفسك، شوف انت عاوز تبقى فين. ركز شوف دلوقتي انت فين وبتعمل ايه وحواليك مين. انت نسخه من اقرب الناس ليه. اختار كويس واشتغل على نفسك علشان بكره هتكتشف لا تكون شبه اللي حواليك يا شبه اللي انت عاوز تبقى عليه. انت مش بتختار شكلك بس، بتختار مين يشكلك. ركز على مستقبلك من دلوقتي. حدد لنفسك طريق. شوف الناس اللي حواليك وغير. لو صحابك بيبعدوك، لو صحابك بيعطلوك، خلوهم صحاب معرفه مش اكتر، ما تخلوهمش صحابك.